عندي بقى كده فرخة، وبشرة هنا بصلتين وفلفل رومي وملح وفلفل وفلفل اسود ورق لورا وفص ثوم. جبت هنا كده الصينية بتاعتي، حطيت فيها شوية زيت، وهدي بقى صدمة كده للفراخ. الصدمة دي بتخليها ما تاخدش سوا، وبتديها طعم ولون جميل قوي. هبتدي بقى كده اديها الصدمة دي. ممكن تعمليها عادي خالص من غير ما تديها الصدمة، بس انا حبيت المرة دي اديها صدمة كده علشان تستوي اسرع ما احط كله على بعضه وادخله الفرن وبراحته بقى. هو لا، انا قلت اديها صدمة عشان تعجل يعني من سواها. بس قلبتها على الوش التاني. طبعا احنا بناكل صينية البطاطس بالفراخ ديت بالعيش، ما بتحتاجش جنبها رز ولا مكرونة، هو العيش بس. هنزل بقى بالبصل والفلفل والثوم، ملح وفلفل وكمون ورق لورا، وبعد كده اقلبهم بقى كده مع بعض. وبعد كده هنزل بالبطاطس حلقات. سهلة جدا وسريعة ومناسبة بقى للموظفين اللي ما عندهمش وقت يطبخوا. انا لما بكون مزنوقة في الاكل وعايزة اعمل اكل بسرعة بعملها، بتنجزني بصراحة. بعد كده ما البصل دبل والفلفل، هنزل بقى بالبطاطس وكوباية مية بس، عشان احنا بنحب يبقى فيها صوص كده. طبعا الفراخ بتنزل ميتها، بس انا بحب احط كوباية مية كده عشان تستوي كويس وعلشان يبقى فيها صوص. بس قلبتها كده على البوتاجاز من فوق. مسخنة بقى فرني وهدخلها فيه ربع ساعة بالظبط او تلت ساعة بالكتير قوي، وهتكون استوت. وبولع بقى عليها الشواية قرب ما تخرج من الفرن.